أهلا وسهلا بيكم في زوي زون، دليلكم ليوم أفضل. أنا زوي، وفي البودكاست هنا هنتكلم عن الحياة، عن الحاجات اللي بتزقنا يوم كمان عشان نكمل. الدنيا مش ريشة في هوا زي ما قالوا، ولا طريقك مسدود مسدود يا ولدي. الدنيا مرحلة لازم نعديها بحلوها ومرها. هنا هنقدر الحلو ونشوف إزاي نصبر على المر. الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات مختلفة بنلجأ ليها لما بنكون متضايقين أو يومنا ما كانش أحسن حاجة. والصراحة إنه بالنسبة لي معظم الحاجات دي أنا شخصيا مش بعملها، لكن بداية من حلقة النهاردة دي عاداتي اللي أنا بعملها عشان أعدل يومي أو أهون على نفسي أي مشكلة. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة عميق شوية ومحتاج مننا شوية تفكير. خدوا نفس عميق وغمضوا عينيكم ويلا بينا نبدأ الحلقة. الإنسان كائن اجتماعي، حقيقة كلنا عارفينها، لكن محدش بيتكلم إنه كائن روحي، وغياب الروحانيات تأثيره يمكن يكون أقوى من غياب الاجتماعيات. الروحانيات ممكن نعرفها بإنها البحث عن ارتباط بهدف أكبر. في الأديان الهدف ده بيتلخص في إرضاء الله سبحانه وتعالى من خلال أداء رسالة الاستخلاف في الأرض. وفي اللي بيعرف الروحانيات على إنها حالة شعورية بيوصل ليها الإنسان لما يحس إنه هو مرتبط بالآخرين ارتباط إنساني، وإننا كلنا واحد مفيش اختلاف ما بيننا. أنا بشوف إنه الروحانيات ليها جزئين. الجزء الأول خاص بعلاقة الإنسان بربنا أو القوة العليا، والجزء الثاني هو علاقة الإنسان مع نفسه. ولما بيتحقق التكامل بين الاتنين بيكون في توازن، أو زي ما بيتقال كده الinner peace أو السلام الداخلي. عشان كده ممارسة الروحانيات بتدينا شعور بالمتعة والمعنى. ناس كتير بتشوف إنه السعادة هي مصدر الطاقة الإيجابية، وده مش صح قوي، لأنه السعادة بتدينا طاقة إيجابية بس ده بيكون لمدة مؤقتة. لكن مصدر الطاقة الإيجابية الحقيقي هو إنك تبقى حاسس بقيمة ومعنى لحياتك. هو ده اللي هيديك السعادة الحقيقية ويخلي طاقتك الإيجابية ما تخلصش، وده اللي بتحققه الروحانيات في حياتنا. طيب هل ده معناه إن الروحانيات هتمنع المشاعر السلبية والمشاكل اللي احنا بنمر بيها؟ لأ طبعا، احنا بني آدمين يا جماعة، طبيعي نتأثر ونقع ويحصل لنا مشاكل والحياة تخذلنا. وأنا بستغرب قوي لما الناس بتشوف حد متضايق أو زعلان عشان حصلت له مصيبة في حياته تتهمه على طول بعدم الرضا بقضاء الله. إزاي يعني؟ مين بس اللي قال كده؟ مين اللي قال إن ربنا طالب مننا إننا يكون عندنا بلادة في المشاعر؟ أمال خلقنا بيها ليه؟ أصل اللي تحصل له مصيبة في حياته وتلاقيه مش فارق معاه حرفيا ده مش بيحس. لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف ابنه إبراهيم وهو خلاص بيموت قال إيه؟ إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يعني حزن ودمع عادي، وده لا ينفي الرضا بقضاء الله أبدا. وفي كمان ناس لما بتلاقي حد مكتئب تتهمه بالتقصير في علاقته مع ربنا، وإنه لو أنت كنت بتصلي أو كنت مقرب من ربنا ده ما كانش هيحصل لك، وده برضو مش صح. الاكتئاب أصلا هو خلل في كيمياء المخ بتأثر على استقبال المعلومات بشكل صحيح. يعني حاجة عضوية ليها جانب نفسي بس ليها جانب عضوي، زي دور البرد. ينفع نقول اللي عنده دور برد إنه لو كان بيصلي كويس ما كانش جاله دور البرد ده؟ مش منطقي، صح؟ أهمية الروحانيات إنك تزعل وتحزن وتتضايق وتكتئب كمان، بس وسط كل ده في أساس موجود عندك وهو الإحساس بالسكينة، فالمشاعر السلبية تكون أهدى شوية.
المشاعر السلبية دي بتاكل في الناس لو مفيش أساس يوقفها عند حدها، والروحانيات بتديك خيارات إزاي تتعامل مع الأزمة، زي إنك تستسلم لإرادة ربنا، وإنه في حاجات مش في إيدينا نغيرها، وإنك مش لوحدك. ربنا دايما موجود وعايز لك الخير حتى لو أنت مش عارف، بيحبك وهيساعدك. بما إني من مصابين الاكتئاب، وده مش عيب على فكرة إننا نقول يعني، فكان دايما اللي بيهون عليا ويعديني من فترات اكتئابي إن ربنا مش هيسيبني مهما كانت الأفكار السلبية اللي في دماغي، مهما كان إحساسي بإني بتعاقب أو أستاهل اللي يجرالي، وغيرها من الأفكار المظلمة. أو حتى لو حسيت إنه مش بيحبني، بس هو برضه مش هيسيبني. أنا لازلت بعاني من الاكتئاب، بس الحمد لله في أساس بيطلعني كل ما أحس إني بغرق. زي ما قلنا إنه الروحانيات هي مصدر الطاقة الإيجابية، لأن الممارسات الروحانية المنتظمة زي الصلاة اللي بتبلور علاقتنا بربنا، والتأمل اللي بيحسن من علاقتنا بنفسنا وعلاقتنا بالناس التانية، ده كله بيشجعنا إن احنا نعمل أفعال إيجابية ونخلي بالنا من نفسنا ونبعد عن كل اللي بيأذينا، سواء أفعال أو أشخاص. التأمل ده حاجة مش واخدة حقها في مجتمعاتنا العربية، وناس كتير مش بتتكلم عن قد إيه هو مفيد، مع إن الأديان بتشجع كلها عليه. التأمل ممكن يساعدنا في تحسين صحتنا العقلية والجسدية والعاطفية بطرق كتيرة، زي إن هو بيساعدنا على تخفيف الضغط النفسي والقلق والاكتئاب والألم المرتبط بالتوتر. كمان بيساعد على زيادة الوعي، لأن بيبقى عندك فرصة إنك تراقب أفكارك وتبقى واضحة بالنسبة لك أنت دماغك بيدور فيها إيه، بعيد عن الدوشة بتاعة المجتمع اللي أنت عايش فيه أو الحياة اللي إحنا عايشين فيها وسرعتها. التأمل كمان بيحسن التركيز والمرونة العقلية والرضا عن الحياة. طبعا زي ما قلنا الفوائد دي مش بس من الناحية النفسية، لأ، ده كمان بيساعد على تقليل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب واستهلاك الأكسجين، وده بيزود مستويات الطاقة، بيحسن المناعة والنوم. كمان بيبقى فيه تقليل لإفراز هرمونات التوتر زي الأدرينالين والكورتيزول، وده بيحمي الجسم من آثارهم المضرة. التأمل كمان من أهم أدوات علاج الاكتئاب، لأنه بيخلي الإنسان يركز على اللحظة اللي هو فيها، لأنه أصلا أحد مشاكل الاكتئاب إن الواحد يبقى محبوس في ماضيه، على عكس القلق بيبقى خوف من المستقبل. فالتأمل بيساعدنا نتغلب عليهم الاتنين، لأننا مركزين في دلوقتي، لا بيشغلنا ماضي ولا مستقبل. طب إزاي نتعلم التأمل وصفاء الذهن؟ في شوية خطوات ونصايح ممكن نعملها. نختار مكان هادي ومريح، بعيد عن الدوشة والحاجات اللي ممكن تشتت انتباهنا. نلبس ملابس مريحة وفضفاضة، ونقعد في وضعية مستقيمة ومريحة، أو ننام على ظهرنا لو دوت أريح لنا. نحدد مدة زمنية للتأمل، ونستخدم تايمر ينبهنا لما الوقت يخلص. أهم حاجة بقى إن احنا نركز على التنفس العميق والمنتظم، ونلاحظ إزاي الهواء بيدخل للرئتين وإزاي بيخرج منها. معلومة ما كنتش أعرفها غير مؤخرا، إن معظمنا مش بيتنفس بالطريقة الصحيحة. التنفس الصحيح من منطقة البطن مش منطقة الصدر. موضوع محتاج تدريب شوية، بس بعد فترة هتلاقوا نفسكم إن انتوا خلاص بقيتوا تعرفوا تتنفسوا بطريقة صحيحة، خصوصا انتوا بتحاولوا بقى تسترخوا أو تعملوا مديتيشن اللي هو التأمل. ده هيساعدكم أكتر إن انتوا توصلوا فعلا للهدوء النفسي اللي بيسمح لكم إن انتوا تشيلوا من دماغكم أي أفكار أو مشاعر سلبية، مش نتحكم فيها أو نحكم عليها، نخليها تعدي من غير انجذاب
أو من غير ما نفكر فيها، وواحدة واحدة الأفكار دي هتقل خلال فترة التأمل. ممكن كمان نستخدم بعض التقنيات اللي ممكن تساعدنا على التأمل، زي إن احنا نردد كلمة أو صوت معين بيتسمى مانترا، أو ممكن لو أنت عايز تعمل الموضوع يبقى ديني أكتر ممكن عندك إن أنت تسبح أو تستغفر، أو تستخدم صورة، شمعة، أي حاجة تركز عليها عشان تقلل من الأفكار اللي في دماغك شوية. ممكن تسمع برضو موسيقى هادية لو هي هتساعدك، أو أصوات الطبيعة لو دي حاجات بتساعدك على الاسترخاء. عشان نوصل لنتيجة من موضوع التأمل ده لازم نكرره بانتظام ونزوده تدريجيا حسب القدرة والرغبة. الممارسات الروحانية بتشجع الإنسان على الرحمة، وإنك تحس بالناس اللي حواليك، لأن الوعي اللي يبقى عندك بمشاكلك وأفكارك بتخليك تقدر تحط نفسك مكان الناس وتتفهم وجهة نظرهم بطريقة أحسن. الحياة فعلا صعبة، وإننا نبقى بنتعامل بالجزء المادي بتاعها بيخليها أصعب. ناس كتير بتدور على هدفها في الحياة وتبقى شايفة إنه لازم يكون الهدف ده حاجة كبيرة قوي، مع إن الدنيا أبسط من كده. إحنا كل اللي مطلوب مننا إننا نعبد ربنا بإخلاص ونبقى كويسين مع بعض. حلقة النهاردة تقيلة شوية، بس أتمنى إنها تكون وصلت لكم بطريقة سهلة. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو لصفحتنا على الفيسبوك، ولو بتتابعونا على اليوتيوب فما تنسوش السبسكرايب، ونتقابل على خير الحلقة الجاية.